السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الخير عليكم. شو الأخبار؟ طمنونا عنكم. مثل ما لكم شايفين اليوم عنا كنافة. كنافة لادقانية، هن بياكلوها خشنة، طيبة كتير وسهلة كتير وبتطلع مقرمشة مثل كنافة المحلات. إذا بتحبوا الحلويات الشرقية جربوا هالوصفة، أكيد رح تعجبكم. تابعوا الفيديو لتشوفوا الطريقة خطوة بخطوة، وما تنسوا اللايك والاشتراك والمتابعة. خلينا نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وخلينا نبدأ بالمقادير. وهلأ بعد ما شفنا مقاديرها للكنافة، منفتفت الجبنة. عنا إياها جبنة حلوة ما نملحها، منفتفتها منيح، بس بنكون حاطينها بمصفاية بحيث إنه إذا فيها أي مي زيادة بينزلوا. ما بنحب نخليها نحن هيك بميتها، ما بعرف، نحسها بتصير تشتشة عجينة الكنافة. بعد ما هي صورت لكم أنا كمان القالب كامل يعني كيف بيكون شكله. بعدها نزلنا الكنافة بالصينية وبلشنا نفتفتها منيح ونبعدها هيك عن بعضها لحتى يعني نتفادى أي تكتلات موجودة بالعجينة. بتطلع هيك قطعة واحدة وما بتاخد سمنة. هلأ لما بدنا ندهنها ما بتعود بتاخد سمنة وبتطلع معنا ناشفة. فلا هلأ هيك بنحاول إنه نفتفتها، نبعد كل شي عن بعضه، ما يكون في أي تكتلات، وبعدين بنسقيها بكاسة سمنة، بنفركها منيح فيها لحتى نلاقي كل عجينة الكنافة أخدت سمنة مثل ما هلأ موضح قدامكم. هون دهنا الصينية بكمية سمنة منيحة، عملت صينيتين وزاد كمان كنافة، كمان حطيتهم بكيس وحطيتهم بالفريزر ما بيصير أي شي. هلأ بلشنا كمان رجعنا نحط الكنافة بقلب الصينية، وبحيث يكونوا كلهم سماكة واحدة بنحط الكمية اللي بدنا إياها، السماكة اللي بدنا إياها، ومنرص ونكبسها. تمام، يعني بدنا نحن إنه تكون مسكرة كل الصينية، ما يكون في أي فراغات حتى ما تنزل الجبنة من جواتها مثلا وتحترق، يعني بيطلع منظرها ما حلو. هلأ الجبنة اللي فتفتناها من شوي بلشنا نوزعها على الكنافة، وحطينا كمان شوية موزاريلا. شفتوا ما كتير مكترين، شوية موزاريلا بس لتعطي مطة، لأنه نحن هي جبنة أول مرة بنجربها فما بنعرف إذا بتمط أو لا. حطينا شوية موزاريلا لتعطينا هي هيك المطة الطيبة، وكمان بنرجع منرص لحتى تنكبس منيح العجينة مع الجبنة. بنحط طبقة رقيقة كتير كنافة، ما ضروري نغطيها كلها، بس هيك يعني طبقة رقيقة مثل ما لكم شايفين وخلص. بس هي بلش أنا هلأ بحضر القطر اللي حطيت كاستين سكر، كاسة مي أو كاسة ونص تقريبا مي، وتركته يغلي. بعدين وحاطين كمان الكنافة على الغاز على نار هادية، منضلة منحركة، ما بنتركها بمحل واحد حتى ما تلتدع، يعني بتحترق العجينة. منضلنا عم نحركها، ما بتنترك ولا دقيقة.
بعد ما لاقي أنا القطر داب السكر كله، بضيف له شوية ماء زهر وشوية براس المعلقة حمض الليمون لحتى ما يصير فيه حبيبات ويسكر معنا القطر. هون بعد ما جهز معنا كل شي، القطر خالص والكنافة مثل ما لكم شايفين أطرافها تحمرت وأخذت لون ذهبي. بنجيب صينية أكبر منها للصينية اللي نحنا مادين فيها الكنافة، ونحطها فوقها وبنقلبها. وهون بعد ما قلبنا الصينية شايفين كيف طلع لونها معنا، يعني حلو، ما قايل شي، طرف أخذ شوي نار أكتر من طرف، بس عادي اتس اوكي، طالعة طيبة بكل حالاتها يعني. فورا بنسقيها بالقطر، بنسقيها بالقطر فورا. قد ما حطينا لها قطر عادي بتطلع عادية يعني، لأنه نحنا حطينا الموزاريلا بصراحة كرمال شغلتين، كرمال تعطي شوية مطة، وكرمال خيط الملوحة يلي بالموزاريلا بيعطي تناغم رائع على فكرة مع حلاوة الكنافة. يعني طيبة إنه يكون في الواحد هيك عم ياكل شوي هيك خيط مالح بقلب الكنافة. فلهيك نحن هدول السببين بصراحة حطينا الموزاريلا. بنسقيها منيح بالقطر، ما تخافوا عجينة الكنافة ما فيها ولا نقطة السكر. والجبنة نحن كمان كتير كنا حاطينها، فما تاكلوا هم إنه تطلع حلوة أوفر. على كل حال أي حدا كيف ما بتحبوا أنتوا بتقدروا تحلوها للكنافة. زينتها بشوية فستق، وهي بلشنا هلأ نقطعها. شوفوا لي هلأ كيف طالعة بتجنن. ما مطت كتير لأنه نحنا ما كتير حطينا هالكميات الكبيرة من الموزاريلا، يدوب يعني قد كف الإيد بصراحة. وشفتوا كمان نحنا من الأطراف ما كتير حطينا لها جبنة، فمن جوا من النص طالعة فعلا، طالعة بتجنن، طالعة عم بتمطمط. هلا بتشوفوها بآخر لقطة. يعني عن جد عن جد طالعة رائعة بصراحة. هي هذا اليوم فيديو الكنافة تبعنا صارت جاهزة، ومثل ما لكم شايفين عم نقطعها للضيوف. بنصحكم كتير إنكم تجربوها، وإذا جربتوها لا تنسوا تكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، وما تنسوا المتابعة والاشتراك والدعم، دعمكم بفرحني. هذا كان الفيديو اليوم. شوفوا لي الجبنة كيف عم بتمض. وهلأ صار في ودعكم، وبشوفكم إن شاء الله بفيديوهات جديدة ووصفات جديدة. ضلوا بخير، بأمان الله.